تخيلي انك بتعملي حاجة، بتكتبي محتوى، بتذاكري مادة معينة، بتطوري مشروع او بتبني مهارة جديدة، وكل ثانية في دماغك سؤال واحد: هو امتى هخلص؟ ايه الرقم اللي هطلبه؟ او ايه التقدير او النتيجة اللي هتظهر في الاخر؟ اتعودنا نقيس كل تعاملنا بالنتيجة النهائية اللي هتبان قدام الناس، الشهادة، الرقم، الارباح، الترند او التقييم. بس عمرك قعدت ثانية سألت نفسك ايه اللي بيحصل للشغلانة دي او الحاجة دي؟ وشخصيتنا احنا لما بنهتم بالنتيجة وبننسى القيمة. أهلا، أنا هنا بنت في عشرينياتي، بحاول أكون أفضل نسخة من نفسي معاكم. قبل ما أبدأ في الموضوع اعملي اشتراك في القناة. النهاردة هتكلم عن فخ النتائج، ليه التركيز عليها بيقلل الشغف، وازاي لما بنحول بوصلتنا للقيمة كل المعادلة بتتغير. المشكلة الكبيرة إن المجتمع حوالينا بيقدر النتيجة، محدش بيسألك انت تعبتي ازاي أو اتعلمتي ايه. الكل بيسألك جبتي كام، حققتي كام مشاهدة، وصلت لفين. لما بنجري ورا ده بنقع في 3 مشاكل أساسية. أول مشكلة: بنتحرق بسرعة، لأن أي تأخير في النتيجة بيحسسنا بالفشل فبنفقد الطاقة ونبطل نكمل. تاني حاجة أو تاني مشكلة: بنفقد محتوى أو الشغل بيكون مضروب أو سطحي، همنا كله إننا نطلع أي حاجة عشان نخلص ونقبض النتيجة، مش عشان الحاجة دي نفسها تكون متقنة وقيمة. تالت مشكلة معانا: بنفقد المتعة، بننسى إن أصلا في متعة حقيقية إننا نتعلم، وفي طريقنا للوصول ده، والتفاصيل الصغيرة بتاعة الرحلة. باختصار، لما بنعلق قيمتنا احنا كلها على النتيجة بنبقى زي التاجر اللي همه الفلوس ومش همه المنتج اصلا صالح ولا لأ، كل همه النتيجة في الاخر جايله ايه. لما بقول ركزي على القيمة مش النتيجة، انا بقصد ايه بالظبط؟ اول حاجة قيمة الاتقان، انك تعملي الحاجة بضمير بغض النظر مين شافها او جابت كام. هل الفيديو ده اصلا لو نزلته هكون فخورة بيه فعلا؟ هل المعلومة دي دقيقة ومفيدة؟ هل المذاكرة دي فهمتها بعمق ولا بصمجتها عشان الامتحان؟ تركيز على القيمة معناه انك بتحترم الحاجة اللي بتعمليها. تاني حاجة قيمة الأثر، لما بتكتبي بوست، تعملي فيديو، أو تخلصي تاسك في الشغل، ركزي على الأثر اللي بتسيبيه. هل الحاجة دي هتحل مشكلة حد؟ هل هتضيف معلومة حقيقية وجديدة؟ لما بتكون نيتك تقديم القيمة الشغل بيطلع حلو أصلا، والناس بتحسه من غير ما نتكلم كتير. تالت حاجة بناء الشخصية، النتيجة بتخلص في يوم، لكن الشخص اللي اتعلم يصبر، يركز، يحل مشاكل، ويطلع منتج عالي الجودة، الشخص ده بيعيش للأبد. انت تستثمري في نفسك انتي، مش في الورقة أو الرقم اللي هيطلع في الآخر من الحاجة دي. يعني مثلا الناس اللي بتعمل نجاحات حقيقية وبتعيش سنين ما كانوش قاعدين بيعدوا الأرقام ولا بيجروا ورا النتيجة بس، هم ركزوا على القيمة، ادوا الشغل حقه، اهتموا بالتفاصيل، قدموا أفضل حاجة عندهم. والنتيجة جت لوحدها كتحصيل حاصل. لما منتجك يبقى قيم الناس بتجيله، لما مذاكرتك بتبقى مبنية على فهم وقيمة، الامتحانات بتعدي، لما فيديوهاتك بتقدم قيمة حقيقية الجمهور بيثق فيكي ويتابعك. النتيجة عمرها ما كانت هي الهدف الأوحد، النتيجة دي مجرد مراية لحجم القيمة اللي انتي قدمتيها. عشان تترجمي الكلام ده لواقع اعملي الخطوات البسيطة دي. قبل ما تبدأي أي حاجة اسألي نفسك: أنا بعمل ده ليه؟ هل عشان الرقم ولا النتيجة ولا عشان أقدم حاجة أنا راضية عنها؟ قيمي شغلك بنفسك، ما تستنيش تقييم الناس أو الأرقام عشان تحسي إنك عملتي إنجاز. لو انت عارفة جواك إنك طلعت أفضل ما عندك دي لوحدها مكسب، بس اعملي فعلا أفضل ما عندك. استمتعي بالرحلة، استمتعي وانت بتظبطي في تفاصيل الفيديو، وانت بتمنتجي، وانت بتنزلي، وانت بتقرأي تعليقات الناس، وانت وتفهمي المعلومة الصعبة عشان تعمليها فيديو، وانت بتطوري من نفسك. المتعة دي هي القيمة الحقيقية، المتعة اللي انت خدتيها من كل تفاصيل الرحلة دي. في النهاية بطلي تخلي كل تركيزك محشور في زاوية النتيجة هتكون ايه، النتيجة هتكون امتى، هي النتيجة اتأخرت ولا انا فاشلة ولا انا ايه. اهتمي بنتي بتقدمي ايه وازاي بتطوري من نفسك جوه الحاجة دي. القيمة هي اللي بتعيش، والنتيجة كده كده مكانها محفوظ في الوقت الصح. هتيجي سواء جت دلوقتي، بعد يوم، بعد سنة، كده كده هتيجي. لو الفيديو ده فرق معاكي سيبي لي رأيك في تحت في الكومنتات، واكتبي لي اكتر حاجة حسيتي انك كنت مركزة فيها على النتيجة ونسيتي قيمتها. اشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. باي.